السلام عليكم الاحباء ديالي. اليوم نعدل لكم الحلوى اللي عليها الطلب بزاف، كتجي اقتصاديه وكيشريوها الناس بزاف، كتجي غزاله. جربوها. انا نعمل اليوم كانديدا كبيره وتقدر تعمل يعني غير نص هذا العبار هذا. انا نخلي لكم في صندوق الوصف غير النص ديال العبار. كنحتاج جوج كيسان الزيت، جوج كيسان السكر، 6 مغارق ديال النشا، جوج بواطات ديال الزبده 200 غرام. انا كنستعمل هاد الزبده. جوج شاصيات ديال الزهر، تقدر تعملهم ديال فاني. 4 ديال الصفار بيضه، الصفار ماشي البياض. جوج خمارات ديال الحلوى، 200 غرام ديال اللوز محمر ومطحون، محمر بقشورو ومطحون. والدقيق هانتوما تبقاو معايا في الفيديو كيفاش كيجي. شحال د الدقيق غنحتاجو فيها. كتجي غزاله واقتصاديه. خليونا التعاليق ديالكم في صندوق الوصف، وعملوا لنا اللايكات، دعمونا نزيدوا القدام بفضلكم وشكرا. ديك الساعه كنعملوا الزبده والسكر وكنهدكم نحركوهم مزيان 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 حتى كيذوب معنا ديك السكر نهائيا، حتى كيذوب في الزبده ما كيبقاش شي مره. هذه كتشوفوا في الصوره كنمعكوه. كنديروا صفار د البيض، صفر د البيض كذلك كنحركوه. وراه كنعملوا الساشيات ديال الزهر، جوج ديال الساشيات الزهر، عاو كنحركو. انا قلت لكم هذا العبار مضوبل عليه جوج، نتوما عملوا عاد واحد. كنزيدوا جوج كيسان الزيت. انا في صندوق الوصف غنعمل لكم العبار ديال واحد. انا بغيت بزاف بزاف حيت الدار تبارك الله عامره اللي عملت بزاف، ما حتى كنديده وحده كتخرج. كنعملوا جوج كيسان الزيت وكنعملوا 6 معالق ديال النشا، 6 معالق ديال النشا، وكنحركو. ديك الساعه كنعملوا عاود اللوز اللي كيكون ديجا محمر في الفران ومطحون، محمر بقشورو. كتجي واحد الحلوى غزاله، شي مذاق فيها هائل. اللي ذاقه يقول لك باش عدلتيها، يعني غزاله. ومن بعد كنعملوا الطحين على حسب الجامع الطحين. شوف كيفاش كتجي العجينه، كتجي رطبه، ما خصهاش تجي قاصحه. طلقوها بالمدلك ديالنا ونعملوا على حسب الرشيمات اللي عندنا. انا اختاريت هادو دايرين، نتوما على حسب الاختيار. شوف خصها تجي طالعه سنتيم، ما تجيش رقيقه وما تجيش غليظه، يعني دا سنتيم. كنصفون في اللاطه تبارك الله كيجي الخير. كندهنوه بالصفر بالبيض د البيض اللي كيكون ديجا عندنا مخلي. وكنعملوا فوق منها لي زامون ديفيلي، تقدر تعمل فوق منها الزنجلان، تقدر تعمل اللي بغيتي. مي كطيب كتجي هيدا يا سلام، شهوه منا غزال.